هو أول واحد اخترع حرب العصابات في التاريخ. هو صوت المقاومة الريفية المغربية اللي وصلت للعالمية. راجل واحد تحدى إمبراطورية كاملة وكان السبب في انتحار قائد الجيش ديالهم. شكون هو هذا البطل وكيفاش قدر يوحد القبائل كاملة تحت راية وحدة وينظم الصفوف ديال المقاومة؟ كيفاش قدر يكتب فصل جديد في التاريخ ديال بلادنا واللي غير ميزان القوة؟ خليكم معايا نشوفوا رمز المقاومة في الشمال واللي طير النعاس على الصبليون وهرس شوكتهم. بسم الله على بركة الله. هو المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي الملقب بأسد الريف، تزاد عام 1882 في أجدير قبيلة بني ورياغل، من عائلة مثقفة ومحافظة، بحيث الأب ديالو كان هو قاضي القبيلة واللي غيصيفطو من بعد لجامعة القرويين فاس باش يتعلم العلوم الدينية والشرعية كاملة. من بعد مشى لمليلية وكمل قرايته في العلوم القانونية. وكيف ما عارفين في هذاك الوقت المغرب كان مقسم بين إسبانيا اللي كانت شادة الشمال من غير طنجة والجنوب وبين فرنسا اللي كانت مستعمرة الوسط كامل. السيد تعلم الصبليونية وتعين كقاضي أول في المحكمة، وفي نفس الوقت كان مترجم ومدرس اللغة الأمازيغية والعربية، وزيد عليها محرر وصحفي في الجريدة الإسبانية التليغراما ديل ريف، وكان حتى مساعد مدير مكتب الشؤون الأهلية بمدينة مليلية المحتلة. من الآخر السيد كان دماغ تبارك الله. غير هو في سبتمبر 1915 تشد بتهمة التورط في السياسة والتعفى من المنصب ديالو الرسمي ومن كاع المهام اللي كان كيدير. من بعد ما دوز 11 شهر ديال الحبس تقريبا برؤوه من التهمه اللي لصقوا ليه، واستأنف الخدام ديالو في القضاء والصحافه لأقل من 3 سنين باش يقرر يرجع بحاله لقبيلته في يناير 1919 في الريف، حيت شاف استغلال الصبليون للخلافات اللي كاينه بين القبائل الشماليه وبداو يزحفوا شويه بشويه للداخل. زيد عليها الضرائب اللي كتقسم الظهر واللي فرضوها على الدراوش وبغاو يخشيو ريوسهم في كاع الشؤون المحليه. هنا فين لاحظ محمد الخطابي باللي السكات ما غيجيب حتى شي نتيجه للصالح ديالهم، بالعكس داكشي عاد ما غيزيد يتكفس. وهنا القاضي ولد القاضي غادي يستغل الخبره ديالو كفقيه ودبلوماسي باش يجمع المقاتلين الحرار، وغادي يبدا بالقبيله ديالو بني ورياغل، وكان تحت يدو 300 مقاتل في البدايه، شويه وهو يدوز للقبائل المجاوره بحال تيمسمان وبني توزين وبني يحيى وغيرهم، واللي كانوا مقاتلين غير بيناتهم. قدر يوحدهم ويتحالف معهم باش يتحرروا من الاستعمار، خصوصا انهم شافوه كيضحي بمستقبله وخدمته مع الصبليون واختار يرجع لقبيلته. وما جا فين يدور العام حتى جمع ما بين 3000 و 5000 مقاوم حر واجدين يضحيوا بريوسهم باش يحرروا البلاد، مسلحين بأسلحة بدائية بسيطة بحال المكاحل القديمة والخناجر، والمخير فيهم عنده عود، ولكن كانوا منظمين ومنضبطين، واهم حاجة انهم حافظين كل شبر في هذيك المنطقة الجبلية. ايوا يا سيادنا بداو بسلسلة معارك صغيرة واللي بينات على فعالية استراتيجية الخطابي قبل من معركة أنوال الحاسمة. أولهم معركة أدهار وبران في 1 يونيو 1921. 500 مقاتل من قبيلة تيمسمان هجموا على ما بين تقريبا 200 و 300 عسكري صبليوني كانوا متمركزين في حصن أدهار وبران. وتخيلوا معايا في جوف الليل ما كاين غير ضرب وهرب، بنادم الاخر فايق مدهشر ما فاهم والو، اللي حصل راه ودا واللي قدر يهرب راه ما ترددش. وهنا ريافه جمعوا كاع الحصيصه من السلاح والذخيره اللي لقاو تما. هذا الانتصار شعل حماس القبائل وعطاهم دفعه معنويه كبيره. وفي 17 يوليوز 1921 في عز الصهد والشمس كتغلي فوق جبال الريف كانت معركه اغريبن، وهذه المره بقياده محمد بن عبد الكريم الخطابي والرجال ديالو اللي اعتمدوا على السرعه والمباغته، وقطعوا على والديهم خط الامداد اللي كيوصلهم من مليليا وخلوهم حاصلين بلا ماكله في هذاك الحر. وغير وصلت هاد الخبار الزوينه لراس الحربه الجنرال سيلفستري قائد القوات الاسبانيه في مليليا والريف، وسمع باللي ريافه كيفنيو في العساكريه ديالو، صيفط لهم ديك الساعات تعزيزات وحتى هي كانت في خبر كان، والهاجم يموت شرع. من بعد 4 ايام اغلبيه العساكريه الصبليون تقتلوا، وكاين فيهم اللي تشد وقليل بزاف اللي قدروا يهربوا الانوال فين كان سيلفستري. وفي صباح نهار 21 يوليوز 1921 طاح سيلفستري في المصيده بحيث امر الجنود ديالو باش ينسحبوا، واللي كانوا تقريبا ما بين 20 و 25 الف. وبيناتنا هذا ما كانش انسحاب، كانوا باغيين يهربوا المليليا باي طريقه. وفي وسط الفوضى اللي نايضه في صفوف العدو عاد خرجوا لهم الرجال الحرار تقريبا شي 5000 مجاهد. جات فين توصل العشيه حتى صفاوها لثلثين الجيش، ومنهم القائد المغرور ديالهم، واللي كاينه روايات كتقول باللي جات فيه رصاصه فاش كانت شابكه بيناتهم، ومصادر اخرى اكدت انه انتحر بالفردي ديالو ملي شاف
في الكارثة، وبين يوم وليلة قدر محمد بن عبد الكريم الخطابي يشتت جيش على قدو، وربحوا غنائم ولا في الأحلام، تقريبا 19500 مكحلة، 129 مدفع، والمونة ديالهم كاملة باللباس بالماكلة بالشراب والفلوس من الفوق. وهنا فين أسس الخطابي جمهورية الريف المستقلة، وبدا بتنظيم الإدارة والحكومة المحلية والجيش. ساعة يا فرحة ما تمت منين دخل العدو الثاني على الخط. فرنسا اللي كانت خايفة على المصالح ديالها في المغرب تحالفات مع إسبانيا باش يقمعوا المقاومة، وفي 1925 هجموا بجوج بهم مستخدمين أسلحة كيماوية وغازات سامة محظورة دوليا، واللي تسببت في ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وبتشوهات، الشيء اللي خلى الخطابي يضطر يستسلم من بعد باش يحافظ على القوم ديالو، ونفاوه لجزيرة لا ريونيون. من بعد سمحوا ليه يجلس في القاهرة اللي بقى فيها حتى مات عام 1963. وهكذا بقات الريف رمز للصمود والكرامة. واخا سقط محمد بن عبد الكريم الخطابي، كانت المقاومة شاعلة في بلاصة أخرى، واللي غنشوفوا تفاصيلها في الحلقة الجاية إن شاء الله. كانت معكم فاطمة الزهراء السنباطي من أصداء التاريخ. السلام عليكم. شكرا على المتابعة. إلى كنت أول مرة كتشوف القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تفوتش الفيديوهات المقترحة على الشاشة واللي كتهضر على مواضيع تاريخية بطريقة جديدة. شكرا على وقتك.